الراجل ده عبقري وشغال على اختراع بيصغر اي حاجه، واسمه سيزالينسكي، وعشان اسمه صعب شويه هنسميه عم سيد الكهربائي. كان شغال على الجهاز بتاعه بيجربه على تفاحه، بس للاسف التجربه فشلت ونزل يفطر مع عياله. البنت اسمها ايمي والولد اسمه نيك، وكلم مراته على التليفون وهي كانت زعلانه عند امها، وقال لها انت لازم ترجعي، انا عمري ما هزعلك يا عمري. قالت له خلاص ماشي، وقال لابنه يقص العشب بتاع الحديقه، وهو سابهم وراح يحضر مؤتمر في الشغل بتاعه. وابنه نيك جاب صاحبه وقال له ايه رايك في الاختراع دوت، مكنه بتشيل الحشائش بس بريموت كنترول. قال له تحب تجرب؟ قال له اكيد، بس انا ورايا مشوار دلوقتي، كمان شويه هاجي. قال له خلاص ماشي بس ما تتاخرش. وابن جيرانهم رون كان بيتعلم البيسبول، وضرب الكوره وقعت على الجهاز بتاع عم سيد الكهربائي وشغلته، وخد اخوه راس عند عيله عم سيد واعتذر لهم وقال لهم ان هو يصلح الازاز اللي اتكسر. وايمي قالت لنيك ياخد درون ويطلعوا يجيبوا الكوره، ويا دوبك طلعوا لقوا الشعاع دوت جه في وشهم. وايمي وراس طلعوا يطمنوا عليهم عشان يتاخروا، راحوا واخدين الشعاع هم كمان وتحولوا صغيرين، ولقوا نيك ورون. وبعدها عم سيد الكهربائي جه، وهو طالع الاله اتحركت والكوره قفلت الاله، وهو لما دخل ما لقاش اي حاجه غريبه، وهم قعدوا ينادوا عليه يا عم سيد الكهربائي يا عم سيد، وما سمعهمش. وراح يبص لقى ان الازاز مكسور، ويبص على الاله وابتدى يكسر فيها، وقعد يقول لها بقالي 5 سنين شغال عليكي ومفيش فايده، مش عايز تشتغلي. وراح جاب المقشه عشان يشيل التكسير والازاز، وخد عياله معاه ورماهم في الزباله، وهم ما كانش قدامهم غير انهم يخرجوا من كيس الزباله ويرجعوا تاني للبيت. وابتدوا ينزلوا على العشب وابتدت رحلتهم. وفي الوقت دوت امهم رجعت البيت وقالت لعم سيد العيال فين؟ قالت لهم بيشتروا حاجه من بره وجايين، وهم ماشيين لقوا الوحش دوت في وشهم واتخضوا. وايمي قالت لنيك ده انا هزعلك لو رميت الحاجه تاني في الجنينه. قالوا ان هم ممكن يندهوا للكلب بتاعهم، والكلب حس السمع عنده قويه عشان يسمعهم. طلعوا فوق العشب وهم بيندهوا عليه، نيك وقع جوه زهره، وكان في قطيع نحل جاي يلم الرحيق، ونحله منهم خدت نيك، وراس نط على النحله عشان يساعده، وفضلت تتحرك بيهم، وهي بتتحرك هجمت على عم سيد وهو ضربها بعصايه البيسبول، ووقعت معاها نيك وراس. وعم سيد بيبص على ايده وافتكر اصلا ان ابنه ما بيلعبش بيسبول، وطلع على الاوضه بيبص على الارض لقى الكرسي بتاعه صغير والكنبه بتاعته، وبص جنبه لقى المكنسه وافتكر ان هو كنس الزباله، ونزل بص في الزباله لقى الكيس مقطوع، وعرف ان عياله اتحولوا صغيرين جوه الجنينه. ونيك وراس ابتدوا يدوروا على ايمي ورون، وعم سيد ابتدى يدور عليهم وجهز نفسه كويس جدا، بس بالصدفه فتح رشاش الميه على العشب وابتدوا يتغرقوا ويهربوا، وهما بيهربوا قابلوا بعض، وايمي وقعت في الميه وراس نزل عشان يشقطها، قصدي يشوفها، وبعد كده طلعوها من الميه، وراس قال بس يبقى تنفس صناعي بقى. وبعد كده فاقت. راس قال لها لو حاسه انك لسه تعبانه ممكن تنفس صناعي تاني عادي. قالت له لا يا حبيبي انا بقيت تمام. وعم سيد وزن نفسه بالتلفزيون وابتدى يدور عليهم، وهما ابتدوا يتحركوا كانوا جعانين جدا، ولقوا قدامهم بسكوته كبيره جدا، وبعدين هما بياكلوا لقى النمله ديت قدامهم، وهم استخبوا منها، وبعدين فكروا انهم يركبوها، وراحوا هاجموا عليها واتعاملوا معاها بنظريه الحمار والجزره، وابتدوا يتحركوا وهي تقدر توصلهم بسرعه. وبعدها عم سيد قال لمراته ان الكنبه بتاعته صغرت. قالت له مبروك اخيرا يا سيد، الاختراع بتاعك اخيرا اشتغل، انا مبسوطه قوي. قالت له قلت للولاد فرحتهم؟ قال لها لا ما هم عرفوا. قالت له عرفوا منين؟ قال لها ما هم صغروا مع الكنبه. راحت عامله كده، وابتدوا يدوروا عليهم، ومرات عم سيد الكهربائي ابتدت تساعده، وابو رون وراس خرج يشرب سيجاره ورماها في الجنينه بتاعت عم سيد الكهربائي، وهم راحوا عليها وولعوا منها جذور نباتات عشان يقدروا يتحركوا بالليل في اضاءه. وام ايمي قالت ان هم لازم يقولوا لعيله رون وراس. بعد كده جابوهم ووروهم الكنبه وابتدوا يشرحوا لهم، وهم ما كانوش مصدقين في الاول، وبعد كده اقتنعوا. والاولاد لقوا مكعب ليجو ودخلوا جواه يباتوا فيه، وهم نايمين هجم عليهم عقرب وحاول ياكلهم، وهم هربوا ما بقاش غير رون. وراس رجع عشان ينقذ اخوه، ورون بيهرب كان العقرب هيقتله، والنمله الشجاعه ديت لحقته واتعاركت مع العقرب، والعقرب قعد يتعارك معاها، وبعد كده مسكها وضربها بالسم اللي في ديله، وهم استجمعوا شجاعتهم وهاجموا العقرب لحد لما انسحب، ورجعوا يبصوا على النمله لقوها خلاص بتموت، وكلمتهم بصوت واطي وقالت لهم انا عارفه اني نمله، ولما بتشوفوني على الحيطه بتفعصوني كل مره بصباعكم بنفس الصباع، وعشان اسامحكم عايزاكم تنزلوا تشتركوا في القناه بتاعت مدحت، وانا مسامحاكم في كل فعصه فعصتها لي. وبعدها ركضت في سلام وماتت، وهي اللي قالت على الاشتراك مش انا، اعتقد من حقها تنفذوا لها وصيتها الاخيره. وبعدها عملوا افخاخ وناموا، ولما صحي الصبح الواد صاحب نيك جه عشان يقص العشب وشغل المكنه الجميله بتاعت ابوه، وهما بيجروا من المكنه دخلوا جوه حفره، والمكنه شدتهم من الحفره وهم حاولوا يهربوا، وعم سيد نزل جري من فوق هو ومراته، وقفوا المكنه في اخر لحظه واتحدفوا بعيد، والكلب سمع صوتهم وخدهم معاه وقالوا للكلب يروح على والدهم، وفعلا اتجه على والدهم، ونيك وقع في الكورن فليكس بتاع عم سيد. وبعدها عم سيد هش الكلب بعيد، وهم نزلوا من على الكلب واتحركوا على الترابيزه عشان يلحقوا نيك، وعم سيد كان هياكل نيك والكلب عضه وخلاه ياخد باله من نيك، وشافهم اخيرا وفرح جدا ان هو اخيرا لقاهم، وطلع عشان يشغل الجهاز، بس الجهاز لسه مش عاوز يشتغل، وهم حاولوا يشرحوا لهم انهم لازم يحطوا كره البيسبول زي ما كانت، وفعلا عم سيد الكهربائي جابها وفهم انها بتقلل شعاع الليزر، ووجهها عليهم وتحولوا كبار تاني، وتعشوا مع بعض في الرومي وحضنوا بعض وفرحوا مع بعض، والعيلتين تقبلوا بعض. لو عجبك الفيديو متنساش الاشتراك ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.